حاجيتكم ما جيتكم، بالمسك رشيتكم. جيت نحكي لكم حكاية جديدة، ونساو بلي حنا كبار، ونمشيو من دار لدار، ونكشفوا الأسرار، وناخدو عبرة اللي تنفعنا ليل ونهار. أنا سميتي ياسمين، بنت عندي حقي مزين، عندي إجازة. كنت كنقرا مزيان ودائما من الأوائل، كندير الفولار وملتزمة بصلاتي وبديني، وكنلبس حوايج واسعة ومحترمة. عمري درت المكياج ولا حتى فكرت نشريه. انا هي الصغيره في خوتي، كلشي مزوجين ومستقرين في ديورهم. بقيت غير بوحدي مع والديا. سهل عليا الله وخدمت في واحد الشركه بمجرد ما شديت الاجازه. دابا هادي 12 عام وانا خدامه فيها، يعني عرفت طول العمر ديالي تقريبا. وصلت ل 34 عام ومازال ما تزوجت. في الاول كانوا كيجوني الخطاب، ولكن حتى واحد ما كان موالم ليا. ومن كبرت شويه رجعوا كيجوني غير رجال اللي عندهم ولاد وماتت ليهم المرأة، ولا الرجال اللي كبر مني ب20 عام وكتر. انا وخا كبرت في العمر كنت مازال كنحلم نتزوج عن حب، ولكن للاسف المجتمع ما كيرحمش. كنت كنبقى نشوف نظرات الشفقة في الناس وفي الجيران، وكاينين اللي كانوا كيشمتوا فيا كاع، وفوقاش ما يتلاقاوني يجبدوا ليا الموضوع ويقولوا ليا الله يسهل عليك بشي ولد الناس. كنت كنضحك وكنقول لهم امين، وخا ربي اللي كان عالم بيا. كنت كنتقطع من الداخل ديالي، وخصوصا البنات اللي في العمر ديالي كانوا تزوجوا وولدوا، وكنت كنتشرح. وهاد الهضره ديالهم كانت كتحسسني بالنقص، وكتحسسني انني قل منهم. بديت كنتعقد، واللي زاد كملها عليا هي صاحبتي المقربه. نهار تخطبت خبات عليا الموضوع كاع، ونهار عرفت عاتبتها وقلت ليها علاش خبيتي عليا؟ واش انا غنحسدك؟ واش غنبغي لك الشر؟ قالت ليا غير سمحي ليا، ما بغيتش نقولها ليك باش ما نجرحكش. ما عرفاتش بهاد الهضره قتلاتني كتر وكتر، ماشي غير جرحتني. ايوا امي بدات كتقول ليا يمكن كاين شي سحر، يعني شي واحد داير ليا شي حاجه باش يعكس ليا الزواج. وواحد النهار طلبات مني نمشي معاها لعند واحد الشوافة باش تحيد لي العكس، ولكن أنا رفضت، حيت كنت متقية الله وملتزمة بالدين ديالي. وخا هكداك دارت اللي في راسها ومشات غير بوحدها. كنت كل ما كنت نصلي كنطلب الله يسهل عليا بشي ولد الناس يكون متقي الله ويحترمني، حيت كنت باغيه نولد ولادي ونكون ام بحالي بحال اي بنت. المهم واحد النهار دخلت واحد البنت جديده في الخدمه ديالنا، سميتها منال. كان في عمرها 32 عام، يعني صغيره عليا غير بعامين. كانت زوينه، ولا بالاحرى الماكياج مزينها. كتلبس غير على الموضه، وكدير العدسات، وكتلصق الرموش، وكدير الماكياج، وشعرها مطلوق ومصبوغ. يعني كانت كتبان غزاله لدرجه ان الناس كاع اللي في الشركه كانوا مبهوضين فيها. ايوا ما كملاتش واحد الشهر معانا، وبدا المدير كيعيط ليها غير هي اللي تحضر في المؤتمرات، وغير هي اللي تسافر على ود الخدمه، وحتى الماندا ديالها طلعها ليها كتر من ديالي، مع اني انا عندي خبره عليها ومؤهلات وكفاءات كبر من ديالها، وحتى الاقدميه. يعني هذه 12 عام وانا معاهم، عمرهم زادوني حتى ريال، وهي غير شهر وهي معانا وكتخلص اكثر مني. ومن بعد 3 شهور زاد رقاها. في الحقيقه ما عجبنيش الحال، وجاتني الغيره، وما تقبلتش انها تجي مورايا وتاخد البلاصه اللي مفروض انا اللي ناخدها. انا كنت زوينه عليها، ولكن ما كان بانش قدامها. المهم واحد نهار كنت جمعة مع بنت عمي، وشكيت لها وقلت ليها على ما انا اللي خدامه معانا. قلت لها عاد جات وخدات بلاصتي وترقات عليا، مع انني انا اللي علمتها الخدمه ومؤهلاتي اكثر من المؤهلات ديالها، وهادشي كامل على المظهر الخارجي ديالها. وهي تقول لي
الهبيلة، واش ما كتعرفيش هاد الزمان راه ولا فيه النفاق هو الموضة، وكلمة الحق مرفوضة، والباطل كيسبق، واللي كيقول كلمة الحق كيتسمى حمق. قالت ليا انتيا اللي دايرها لراسك، علاش دافنا راسك؟ شوفي في المرايا، هاد الحوايج اللي كتلبسي مكبرينك على الاقل شي 10 سنين. انتيا زوينة، تهلاي في راسك. الا بغيتي تزيدي القدام بدلي طريقة اللبس ديالك، ديري الريجيم وضعافي شوية، وديري ماكياج، ديري العدسات، ردي الفولار شوية، وبيني شوية شعرك، ولا زوليها كاع، ولبسي سراول شوية مزيرين. هادشي اللي كيتمشى دابا، والناس جياحو وقلوبهم قصاحو ورجعو كيشوفو كيحكمو غير بالمظاهر. ايوا بديت كنفكر في الهضره ديالها وكنقول عندها الحق، حتى واحد ما عطاني قيمتي ولا اعترف بالكفاءة ديالي. وبديت كنلوم المجتمع وكنحاول نقنع راسي بأنني ضحية. وكما كتعرفوا الورقة مي كتبغي تطيح من الشجرة كدير السبة بالخريف. ايوا خرجت وشريت حوايج جداد وماكياج، ومشيت عند الكوافورة وقطعت شعري وصوبته وتبعت زيني ونسيت ديني. ولا غدا لبست حوايج شوية مزيرين وحيدت الفولار ودرت ماكياج. جيت غزالة وحتى انا ما عرفتش راسي في المرايا، وغير مشيت للخدمة بقى كل شي مبهوط فيا. كل شي بدا كيقول ليا فين كنتي مخبيه هاد الزين كامل. مع في الخدمة كنت الوحيدة اللي محتجبة، اما الرجال بداو كيشوفوا فيا شوفة جديدة. ما بقيتش بحال ختهم، رجعوا كيشوفوني بنت زوينة وكيشوفوا فيا بإعجاب. أما صحاباتي المحتجبات اللي كانوا كاملين مزوجات لاموني وقالوا لي علاش ياسمين تخليتي على الحجاب ديالك وهادشي اللي كديري ما مزيانش. ولكن أنا كنت مقتنعة وقلت مع بالي انتوما ما كتحسوش بيا حيت مزوجات وعندكم ولادكم وداركم، ماشي بحالي أنا اللي كنشوف نظرات الشفقة في عيون الناس، وأنا اللي كنسمع كلامهم المسموم. وخا الناس أجناس، كاين اللي مزيان ولكن كاين اللي كيف الوسواس الخناس. المهم ما ديتهاش فيهم، ويا ربي سمح ليا حتى الصلاة رجعت كنعجز عليها، حيت خاصني باش نتوضا نزول الماكياج والرموش، وعلى داكشي قطعتها. ايوا في الخدمة رجع المدير كيديني معاه من المؤتمرات وبداو كيعطيوني اهتمام، حتى الرجال بداو كيهتموا بيا وكيتصروا عليا، وبداو كيجيوني عروض ديال الزواج. منهم واحد الراجل كان خدام في البنكة، كان كيعرفني من مدة بحكم الخدمة ديالي، حيت كنت كنمشي لعندهم باش ندير شي معاملات لحساب الخدمة. يعني كان كيعرفني محتجبة من قبل وعمري ترتلو انتباه، ودابا عجبتو وبغى يتزوجني. ايوا الحمد لله وافقت ودرنا الكاغط، وكنت طايره بالفرحه غنتزوج بحالي بحال كاع البنات، وغندير داري وخصوصا ولادي. وداكشي اللي كان، غير تزوجت حملت مباشره والحمد لله ولدت ولدي. ولكن الفرحه ما كملاتش، غير ولدت من هنا ومرضت وطحت في الفراش من هنا. رجعت غير كنرد وفاشله وما فياش الجهد، وبديت كندوز واللي كيقولوا لي عليه كنديرو، ولكن والو ما عرفوش شنو عندي. امي قالت لي يمكن يكون توكل، وطلبات مني نمشي معها لعند شي راقي، ومشيت معاها. ولكن والو، الوقت كيدوز وصحتي كترجع للور، وما بقاش عندي الخاطر، وما بقيتش كنتهلا في راسي، ولا بالاحرى ما بقيتش كندير مكياج وصافي. كنت حبست من الخدمه على ما يدير ولدي عام. هنايا راجلي بدا كيتبدل عليا، ما كيديهاش فيا وما معبرنيش وما كيسولنيش حتى كي بقيتي. ما بقاش كيدخل للدار بزاف، وبشويه بشويه رجع كيبات مره برا من الدار، وشويه شويه رجع كيفرق عليا وكينعس هو في بيت وانا في بيت. حتى لواحد النهار سمعتو كيهضر مع واحد البنت وانا كاينه في الدار، ومن مشيت واجهته قال لي هادشي اللي كاين، وإلا ما عجبكش الحال
كتعرفي الباب، وبدا كيعايرني بحالتي وبالمرض ديالي. ايوا يا دنيا يا غدارة، كان عليا نعرف انه ماشي راجل ديال الزمان، وانه كيديها غير في المظاهر. من نهار طلبني للزواج حتى تبرجت ولبست القصير وحيت حجابي، مع انه كان كيعرفني من قبل وعمرو داها فيا. يعني ما تزوجنيش عن حب ولا اعجاب بالجوهر واللب، كان معجب غير بالقشرة، ونهار مشى معاه الاعجاب. ايوا ما كدوم غير العشرة اللي مبنية على المعقول ماشي على الكلام المعسول. وخا هكداك ما رضيتش نطلق، وبديت كنحاول مع راجلي، ولكن انا كنشريه وهو كيبيعني، انا كنتقرب ليه وهو كيبعد مني، انا كنراعي احساسه وهو كيجرحني، وانا كنحترمه وهو كيصغرني. قلت مع بالي صافي يا ياسمين، انتيا اللي درتيها لراسك، وانتيا اللي خليتي المبادئ والدين وتبعتي المظاهر والزين، ودابا اللي باعني بالفول نبيعو بقشورو. ومشيت طلبت الطلاقي وطلقت بكل سهولة وبلا نقاش. هنايا عرفت انني ما كانش عليا نسمع كلام الناس ونديها فيهم، وكان عليا نحافظ على حجابي وعلى صلاتي وعلى مبادئي. واكيد الله كان غيصيفط ليا الراجل اللي غيبغيني انا، وغيبغي اخلاقي ماشي لباسي ومكياجي. الحمد لله انا دابا بريت شويه ورجعت ليا صحتي، رديت الحجاب ديالي ورجعت لديني وصلاتي وايماني بالقدر. سكنت مع امي ومع ولدي ورجعت لخدمتي. ما بقى عندي غرض بالترقيه ولا بالمنافسه، والحمد لله ربحت ولدي، وعرفت ان الدنيا غراره والناس فيها تايهين، وما يسلك منها غير مرضي الله والوالدين. وبغيتكم تاخدوا عبرة من قصتي وتعرفوا أن الزواج مكتاب وقسمة ونصيب، واللي تبع طريق الله يوصل، واللي تبع كلام الناس يحصل. حتى لهنايا قصتي غتكون مشات مع الواد، وأنا رجعت مع الجواد. السلام عليكم.